واش في راسك أنه ممكن التحجير على أموال الشخص المبذر لأمواله أو ما يصطلح عليه بالسفيه؟ وفي هذا الفيديو غادي نتعرفوا على شرط التحجير على أمواله ومن يتولى إدارة أمواله بعد ذلك. لكن قبل هذا الشيء دعمنا بالاشتراك في القناة وضع لنا إعجابا على الفيديو. أولا يجب معرفة من هو السفيه، ويقصد به الشخص الذي يبذر أمواله في غير مواضعها كالإسراف والإنفاق على المحرمات أو على الأشياء التافهة أو توزيعها دون مقابل أو الخسائر المادية المتكررة دون مبرر. والحجر على أمواله يجب أن يكون ذلك بناء على حكم قضائي، ولا يجوز للأفراد أو حتى الوالدين تطبيق حجر ذاتي. وسائل الإثبات: يمكن الإثبات بخبرة طبية لتقييم الحالة العقلية أو النفسية، أو شهادة العدول أو اللفيف لإثبات سلوك التبذير عبر شهود موثوقين، وأيضا بتقارير مالية كحسابات البنوك وإثبات الخسائر. وترفع دعوى الحجز أمام المحكمة الابتدائية لمكان إقامة المطلوب الحجر عليه من طرف النيابة العامة أو المعني بالأمر أو الأقارب أو أي شخص ذي مصلحة أو كل دائن. وتسلم أموال المحجور عليه لإدارتها للابن البالغ الرشيد أو الأب أو الجد أو أي شخص تعينه المحكمة.